السلام عليكم. اليوم موعدنا مع التدخين الإلكتروني، لكن في البداية دعوني أتقدم بالشكر والامتنان للذين دعمونا بالاشتراك ويدعموننا بالإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في العام 1840 كان الفرنسيون أول من اخترعوا السجائر، عندما قاموا بلف التبغ داخل ورق رقيق، فانتشرت عادة شرب السجائر في أوروبا ثم انتقلت إلى باقي دول العالم. هذا يعني أن التدخين النظامي بدأ في القرن ال18 وظل ذلك لمئات السنين، ولم يتم البدء في اكتشاف أضرار التدخين إلا مع العام 1952 عندما أعلن وزير الصحة الأمريكي عن علاقة التدخين بسرطان الرئة. ثم توالت الأبحاث والاكتشافات التي أثبتت أن التدخين يسبب الوفيات والأمراض التي تزيد عن 40 مرضا. وفي عام 2003 بدأ ظهور السيجارة الإلكترونية في الصين، ثم انتقل بعد ذلك إلى أوروبا وأمريكا، وبدأت صناعة السيجارة الإلكترونية، حيث هناك الآن حوالي ما يزيد عن 640 علامة تجارية وما يزيد عن 160 نكهة من تلك السجائر. حجم تجارة التدخين الإلكتروني عالميا في عام 2021 كان 19 مليار دولار، ويتوقع لها أن تزيد في عام 2025 إلى 47 مليار دولار، وفي عام 2030 إلى أكثر من 182 مليار دولار. إذن ما هو التدخين الإلكتروني؟ هو تدخين السجائر الإلكترونية أو ما يسمى الفيبنج، وكلمة فيبنج مأخوذة من الكلمة الإنجليزية فيبر أي بخار الماء. فهل هو فعلا بخار ماء؟ في الواقع إنه ليس كذلك. فعندما تستخدم جهازا صغيرا محمولا لتأخذ منه دخانا استنشاق شهيق وزفير يحتوي على نيكوتين ومنكهات ومواد أخرى. وهناك العديد من أجهزة الفيبنج المختلفة في الأسواق، وتأتي على عدة أشكال وأحجام. وهناك العديد من أنواع السجائر التي تحمل أسماء مختلفة يمكن أن يطلق عليها جميعها أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية. كما أن هناك عدد أكبر من المواد الكيميائية المختلفة تزيد عن 7000 صنف على شكل سوائل إلكترونية، منها ما يأتي مع تلك الأجهزة ومنها ما يضيفه المستخدمون بأنفسهم أحيانا. تحتوي معظم أنواع السجائر الإلكترونية على خزان أو جراب يحتوي على سائل يمكن إعادة تعبئته. ثانيا، عنصر تسخين لتحويل السائل إلى جزيئات قابلة للتنفس المعروف باسم الفيبر أو البخار الذي يدخنه المدخن. ثالثا، بطارية لتشغيل عنصر التسخين. رابعا، زر التحكم حيث يتم تنشيط بعض الأنواع بواسطة مستشعرات عندما تأخذ النفس عند الشهيق. خامسا، المبسم اللي هو موضع الفم لاستنشاق الدخان. وهناك مايكرو بروسيسور معالج دقيق، وبعض الأنواع بها باعث للضوء كي يحاكي وهج السيجارة عند اشتعالها. طيب، ما هي مكونات التدخين الإلكتروني أو ما أسميه كوكتيل التدخين الإلكتروني الضار والخطير؟ أول هذه المكونات النيكوتين، وهو مادة سامة تؤثر سلبا على الأعضاء الحيوية. النيكوتين يعمل على زيادة ضربات القلب بمعدل 5 إلى 10 دقات في الدقيقة الواحدة مع كل سيجارة، وهذا يستلزم مزيدا من الأكسجين الناقص أصلا عند المدخن.
النيكوتين هو المسبب الرئيس لأمراض القلب والشرايين التاجية. لولا وجود النيكوتين لما دخن المدخنون، لأنه مادة إدمان، حيث يحتاج المدخن باستمرار للتدخين ليحصل على هذه المادة، وإذا توقف عنها أو اتأخر عن شرب الدخان يشعر بأعراض انسحابية، سواء جسدية أو نفسية، صداع، عصبية، تهيج، قلة تركيز، وأعراض مختلفة كثيرة بسبب نقص النيكوتين. فلذلك نجد أن كثيرا من المدخنين لا يستطيع التوقف بسبب إدمانه على هذه المادة. وهذه بعض أو تجميع لأضرار النيكوتين على سائر الجسم. فهو يؤثر على الدماغ والقلب والغدد الصماء والدم، وعلى الرئتين وعلى العضلات وعلى الجهاز الهضمي. يمكنك أن توقف الفيديو لترى هذه الأعراض جميعها. أيضا من مكونات السيجارة الإلكترونية معادن ثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص والكادميوم. مستوى التعرض لهذه المعادن في دخان سيجارة واحدة صغير جدا، وأيضا من المحتمل ألا يكون شديد السمية في الحال، لا يكون ضرره حادا وسريعا، لكن تراكم هذه المعادن في الجسم على مدى شهور وسنوات من التعرض اعتمادا على معدل تخلص الجسم منها يمثل خطرا حقيقيا على الصحة. فنصف العمر لكل من مادة الكادميوم والرصاص 10 سنوات أو تزيد لكل منهما، ونصف العمر يعني المدة التي يحتاجها الجسم للتخلص من المادة التي دخلت فيه. الكادميوم هو واحد من العديد من المعادن الثقيلة الموجودة في السجائر الإلكترونية، ويتم امتصاصه بكفاءة أكبر عن طريق الرئتين. طبعا الكادميوم يستخدم في أغراض مثل البطاريات، صناعة البطاريات، الطلاء الكهربي، ويتواجد بشكل طبيعي في كثير من الأطعمة مثل الخضروات الورقية والبطاطا والمحار وبعض لحوم الأعضاء مثل الكبد مثلا. تقدر الأبحاث أن الشخص العادي يمتص 1 إلى 3 مايكروجرام من الكادميوم كل يوم في الطعام الذي يتناوله، لكن في حال المدخنين يمكن امتصاص 1 إلى 3 مايكروجرام إضافية من الكادميوم لكل عبوة يتم تدخينها. وجدت تجربة سريرية أن لعاب وبول المرضى الذين تم اختيارهم لديهم كميات متساوية من المعادن الثقيلة مثل سائل الفيب. المستويات العالية من الكادميوم تؤدي إلى التسمم مع أعراض مثل الصداع والقيء والإسهال والحمى. بمرور الوقت يمكن أن يسبب ذلك تلف لأنسجة الرئة، ويؤدي إلى تلف الكلى والكبد والعظام والدم. أيضا من المكونات مواد كيميائية مثل الأسيتالدهايد والفورمالدهايد التي يمكن أن تسبب السرطان. مادة الأسيتالدهايد طبعا لا يتم إضافتها من قبل منتجي السجائر، بل يتم إنتاجه عند حرق الإضافات مثل السكريات والسوربيتول والجسرين. الدخان الذي يتم استنشاقه مباشرة عن طريق تدخين سيجارة واحدة يحتوي في المتوسط على 1 مايكروجرام من الأسيتالدهايد، ومع ذلك يمكن لبعض السجائر أن تنتج ضعف الكمية. الأسيتالدهايد شديد التفاعل، ومن المعروف أنه يتفاعل مع العديد من المواد الأخرى في الجسم. تتسبب هذه المادة في تهيج الممرات الهوائية، وقد تم تصنيفها على أنها مادة مسرطنة محتملة من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. يزيد الأسيتالدهايد، وهذه مشكلة، من التأثير الإدماني للنيكوتين، وبالتالي يمكن أن يسبب ضررا غير مباشر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاعتمادية على النيكوتين أو التدخين. أيضا مواد أخرى مثل الأكرولين موجودة في السجائر الإلكترونية. تحتوي السجائر الإلكترونية على مادة الأكرولين.
التي تنتج من خلال تسخين وتحلل الجليسرين النباتي الموجود في السوائل الإلكترونية. معروف أن الأكرولين مبيد عشبي يستخدم لقتل الأعشاب الضارة، لكنه في المقابل يمكن أن يسبب إصابة الرئة الحاد ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد يسبب الربوة وسرطان الرئة. التعرض لمادة الأكرولين يعمل على إحداث الإجهاد التأكسدي الوعائي والخلل الوظيفي، ومن ثم بداية لمشاكل وأمراض القلب والأوعية الدموية. كذلك من مكونات السجائر الإلكترونية نكهات مثل ثنائي الأسيتايل أو داي أسيتايل، وداي أسيتايل له قصة، فهو مادة تستخدم في إضافة نكهة الزبدة لبعض الأطعمة، وقد تم اكتشاف أن بعض نكهات السوائل الإلكترونية تحتوي على ثنائي الأسيتايل لإضافة نكهة الزبدة إلى البخار. طيب إيه قصته؟ تم اكتشاف أن هذه المادة عندما يستنشقها المدخن لفترات طويلة تسبب تندبا للرئة فيما يسمى برونكيولايتس اوبليترانز، أو ما نسميه رئة الفشار. إيه قصته؟ في عام 2000 وجدت حالات بين عمال مصنع للفشار وقد أصيبوا بتندب في الرئة. طبعا عملوا إيه؟ رفعوا دعوى قضائية ضد الشركات الموردة والمصنعة لنكهة الزبدة بزعم أنها تدمر أو دمرت رئتهم، بينما أخفت هذه الشركات هذا العلم بهذا الخطر. حتى الآن تم منح أكثر من 100 مليون دولار بناء على حكم هيئة المحلفين كإجراءات تسوية مع هؤلاء العمال. عندها المستخدمين السجائر الإلكترونية دشنوا حملة بقى يشوفوا إيه الموضوع، فبعدها تتفاخر معظم الشركات الكبرى على مواقعها الإلكترونية الآن بخلو نكهتها من ثنائي الأسيتايل. ومع ذلك أظهرت دراسات أجريت عام 2014 أن أكثر من 74 من العينات التي تم فحصها في 7 بلدان لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من ثنائي الأسيتايل. أيضا من المكونات يستخدم البروبيلين جلايكول والجليسرين في تكوين البخار. يتحول البروبيلين الجليكول إلى أكسيد البروبيلين، والذي يصنف أنه مادة مسرطنة. مادة البروبيلين جليكول يمكن أن تتراكم في جسم الإنسان المدخن، وهذا الأمر يسبب رد فعل تحسسي، وأيضا يزيد من التعرض لاضطراب في عمل الكبد والكلى، وهذا يؤثر على صحة الجهاز التنفسي والجهاز العصبي ويزيد من الإصابة بالربو. وهناك أيضا جسيمات متناهية الصغر تستقر داخل الرئتين عند التدخين. ولا تزال الأبحاث للكشف عن المكونات التدخين الإلكتروني وآثاره السلبية. وإن شاء الله في لقاء قادم سأتحدث معكم عن أضرار التدخين الإلكتروني بشيء من التفصيل، فانتظرونا. تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.